السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هاد لا فيديو نتوما في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم كيكه بثلاثه ديال الطبقات، بيضه واحده بمكونات بسيطه ومتوفره في كل بيت، ومذاق كيجي اكثر من رائع، وطبقات متناغمه بمذاق الكراميل والكوك. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى من الاخوات لا كانت اول مشاهده لهم للقناه ينضموا ليها وتوصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، ونخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. بالنسبة للطبقة الأولى غنحتاج فيها نصف كاس ديال الزيت، نصف كاس ديال سنيدة، غنحتاج بيضة، كيس ديال الخميرة، كيس ديال الكاكاو، وغنحتاج الدقيق وكذلك كاس ديال الحليب. ونبداو على بركة الله. هنايا خديت بيضة، غنضيف عليها نصف كاس ديال سنيدة، غنضيف عليهم نصف كاس ديال الزيت، غنحرك كلشي مزيان. وهنايا غادي نوضع كاس ديال الحليب كما ذكرت معكم، وغنوضع كيس ديال الكاكاو، من بعد ما غنحرك مزيان غنبقى نضيف الدقيق تدريجيا. تقريبا غياخد واحد الكاس ونصف ديال الدقيق. كما كتلاحظوا معايا هنايا من بعد ما وضعت كيس ديال الخميره حركت كلشي مزيان ووضعتها في المول، ودابا غادي نوضعها في الفران. منين توجد غندوز معكم باش نحضروا الطبقه الثانيه ان شاء الله. كما كتلاحظوا معايا من بعد ما خرجتها من الفران دابا غندوز نحضروا الطبقه الثانيه اللي غنحتاج فيها يطرو ديال الحليب، كيس ديال الفلو كراميل، غنحتاج جوج دانيط ديال الكراميل، وهنايا تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال سنيده، كتبقى على حساب الذوق. وهنايا غنضيف تقريبا واحد 3 د المعالق ديال المايزينا او نشا الذره،
وغنضيف عليهم فلو كراميل. ونحرك كلشي مزيان وغنوضعوه على نار مهيله. كما كتلاحظوا معايا من بعد ما حيدته من فوق البوطه، دابا غادي نوضع دانيط ديال الكراميل. ونحرك كلشي مزيان. ودابا غادي نخويه فوق الكيكه. من بعد غنخليها حتى تجمد مزيان، وغندوز نحضر معكم الطبقه الثالثه. بالنسبه للطبقه الثالثه غنحتاج كاس كبير ديال الحليب، غنضيف عليه معلقه ونصف ديال المايزينا، من بعد غنضيف عليه 10 القطع ديال الشكلاط الابيض وغنديرهم فوق النار حتى يسخن الخليط. من بعد غنضيف عليه 2 معالق كبار ديال الكوك. الخليط من فوق النار غنوضع عليه 2 معالق ديال الكوك ونحرك كلشي مزيان، وغنضيفو كطبقه الثالثه. وهنايا غنوضع معلقه وعاد غنخوي الخليط باش ما يقطعليش الطبقه الثانيه كما كتلاحظوا معايا. وغادي نخلي الكيكه حتى تبرد وغندوز نزينها معكم. وهنايا كما كتلاحظوا معايا وضعت خطوط من دانيط كراميل ودانيط ديال الشكلاط، وغناخذ واحد الكيغدو غنبدا ندير خطوط. كما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه اللي حضرت معاكم. كنقطع باش تشوفوا كيفاش كتجي متماسكه وكتجي زوينه بزاف. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لي لايك باش تشجعوني، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى تشجيعاتكم في وصفه قادمه ان شاء الله.